بيبدأ الفيلم بصوت بيقول لنا إن في ناس بتقول إن الجنيات مجرد أساطير ملهاش وجود، وناس تانية شايفة إنها موجودة فعلا. لكن بالرغم من كده الناس والجنيات عمرهم ما اتقابلوا لحد ما جه سيف حصل فيه حاجة مهمة جدا عمرها ما هتحصل تاني. وفي الوقت ده بنروح لأرض الجنيات وبنشوف جنيات اللي بيستعدوا علشان ينقلوا السيف لأرض الناس. وهنا بنشوف تميم اللي بيسأل تنة إذا كانت جاهزة علشان تشوف أول سيف ليها في أرض الناس، فبتقوله تنة وهي فرحانة انها مستعدة وان ارض الناس جميلة جدا. وبعدها بياخدها تميم وبيوريها الشجرة اللي هتكون معسكر الجنيات في ارض الناس، وتنة بتروح تتفرج وبتفرح جدا وبتنبهر بالمكان وبتكمل طريقها. وبنشوف الجنيات دي وهي بتلون الفراشات وبتفضل تتفرج على كل الجنيات وهم بيعملوا شغلهم، وبتسألهم لو محتاجين مساعدة وبتفضل تدور على اي حاجة تصلحها. فبيقول لها تميم ما تخافيش اكيد هتلاقي حاجة تصلحيها، وبيعرفها انه لازم يمشي دلوقتي علشان يوصل تراب الاساطير للمعسكرات التانية. وبتقرر تنة تروح تدور على حاجة تايهة، وفي الوقت ده بتيجي نسمة وبتحذرها انها تقرب من بيوت الناس. فبتستغرب تنة وبتقول لها هو في بيوت ناس هنا؟ فبتيجي منيرة في الوقت ده وبتقول لها لا مفيش، حتى لو في لازم نبعد عنهم خالص. وبيفضلوا كل الجنيات يحذروا تنة انها تقرب من بيت الناس، فبتطمنهم تنة انها اكيد مش هتقرب منهم ابدا. وفي الوقت ده فوز بتكون بتلون فراشة، بس فجأة بيسمعوا صوت فرقعة فبتوقع فوز الالوان على الفراشة. واحد من الجنيات بيحذرهم ان في حد جاي، وطبعا الكل بيستخبى الا تنة ورنة. وبتشوف تنة العربية دي وهي ماشية وبتكون مستغربة من شكلها جدا، فبتمشي وراها فبتشوفها نسمة اللي بتقول انها كانت عارفة ان تنة هتعمل كده. اما العربية فبتوصل لبيت صغير وسط الغابة وبينزل منها اب وبنته وبيدخلوا جوه البيت. فبتجري تنة بسرعة ناحية العربية وبتبدأ تستكشف فيها، وهنا نسمة بتروح لها وبتقول لها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها تنة وهي منبهرة جدا ان العربية دي بتتحرك لوحدها من غير فار ولا حتى حصان، وبتفضل تستكشف في العربية. فبتقول لها نسمة انهم المفروض ما يكونوش هنا اصلا، وبتعرفها ان علشان كده الجنيات التنات ما بيروحوش لارض الناس. بس تنة ما بتهتمش بكلامها وبتفضل تستكشف في العربية وبتلاقي الحنفية دي، فبتفضل تفتح وتقفل فيها. بس للأسف بتغرق نسمة بالمية اللي بتنزل منها، وفجأة بيسمعوا صوت فبيستخبوا بسرعة. وبنشوف البنت الصغيرة دي هي وباباها اللي بيروحوا يجيبوا حاجات من العربية، وبنعرف ان البنت دي اسمها زيزي وبتطلب من باباها يعملوا حفلة شاي في الجنينة، لكنه بيرفض لانه مشغول. وفجأة بتيجي فراشة من اللي فوز كانت بتلونها بتقف على ايد زيزي اللي بتكون مبهورة بيها جدا، وبتوريها لباباها اللي بيقول لها انها جميلة بس اجنحتها مش زي بعض. فبتقوله زيزي اكيد الجنيات اللي غيرت الوانها، بس باباها بيقول لها ان مفيش حاجة اسمها جنيات. فبتسمعه تنة وبتتضايق جدا، وزيزي بتقوله لا طبعا في جنيات والفراشة دي الدليل، وبتطلب منه تاني يروح معاها الجنينة لكنه بيرفض، وبيقول لها انه لازم يرسم الفراشة دي في سجل الاستكشافات لانه عنده مؤتمر بكرة، وبيسيبها وبيمشي. اما عند تنة ورنة فبنشوف نسمة اللي بتبقى متضايقة جدا لان اجنحتها مبلولة، فبتعتذر لها تنة بس نسمة ما بتهتمش وبتسيبها وبتمشي. وبنروح لزيزي اللي بتجهز البيت اللي صنعته للجنيات علشان الجنيات يعيشوا جواه، وبتكتشف وقتها ان في حاجة ناقصة في البيت فبترجع لبيتها بسرعة. وهنا تنة بتكون ماشية مع نسمة وبتفضل تحكي لها عن العربية وازاي بتشتغل، فبتتضايق نسمة من كتر كلامها وبتزعق لها فبتنصدم منها تنة. لكن نسمة بتكتشف انها مش مصدومة منها ولا حاجة، وانها مبهورة بالحاجات اللي لقيتها في الطريق، وبتقول لنسمة انها هتاخد الحاجات دي للمعسكر وتعمل عربية جديدة. وبتفضل تجمع الحاجات دي وبتديها لنسمة اللي بترميهم. وفجأة بيشوفوا البيت اللي زيزي عاملاه فبيقولوا يلا علشان نرجع، بس تنة بتجري ناحية البيت ونسمة بتجري للغابة، بس بترجع تاني لتنة علشان تاخدها ويمشوا قبل ما حد يشوفهم. بس تنة ما بتهتمش وبتقرر تستكشف البيت اللي بيعجبها جدا. اما نسمة بتحاول توقفها وبتقول لها ان ده اكيد فخ من الناس، بس تنة بتقول لها انه امان، وبتفضل تستكشف في البيت اكتر. فنسمة بتقفل الباب عليها علشان تخوفها. وفي الوقت ده زيزي بترجع فبتحاول نسمة تفتح البيت وتخرج تنة، لكن الباب بيعلق. وفجأة تنة ما بتسمعش صوت نسمة فبتقلق وبتحاول تفتح الباب لكنه ما بيتفتحش للأسف. وللأسف زيزي بتكون وصلت وبتشوف الباب وهو بيتحرك، ولما بتبص جوه البيت بتشوف تنة فبتنبهر بيها جدا وبتاخد البيت وبتجري على باباها، فبتروح وراها نسمة من غير ما تاخد بالها. اما زيزي بتوصل لباباها وبتكون عايزة توريله تنة ورنة لكنه ما بيهتمش بكلامها، وبيقول لها انه حبس الفراشة اللي هم لقوها وهياخدها معاه لندن علشان يوريها للمجلس، وده لانها اكتشاف نادر جدا. فبتخاف زيزي على تنة ورنة وبتقرر ما تعرفش باباها حاجة عنها، وبتطلع زيزي اوضتها
هي والقطة بتاعتها وبتبص على تنة ورنة وبتفتح البيت. فبتجري تنة بسرعة علشان تهرب لكنها ما بتعرفش، وبتهجم عليها القطة علشان تاكلها، لكن زيزي بتنقذها على اخر لحظة. اما نسمة فبترجع بسرعة لمعسكر الجنيات، بس للأسف الدنيا بتمطر وما بتقدرش تطير، فبتقرر تمشي لحد ما بتوصل وبتروح للجنيات وبتقول لهم ان في حد اصطاد تنة، وبتحكي لها عن كل اللي حصل. فبيقرروا يروحوا ينقذوها، بس للأسف الدنيا بتكون لسه بتمطر، فبيفضلوا يفكروا ازاي هيروحوا لها. وفي الوقت ده أصيل بيقترح عليهم يجمعوا شوية حاجات ويعملوا مركب، وفعلا بيعملوا كده وبينطلقوا. وبنرجع لزيزي اللي بتطمن تنة وبتقول لها انها مش هتأذيها، وبتقول لها ان فستانها جميل جدا، وبتفتح لها باب القفص. فبتحاول تنة تهرب تاني لكنها ما بتعرفش، فبتحاول زيزي تطمنها وبتقول لها انها عايزة يكونوا اصحاب بس، لكن تنة بتكون خايفة. فزيزي بتقول لها انها بتحب الجنيات وبترسمهم من زمان، وبتسألها اذا كان الجنيات فعلا هما اللي بيلونوا اجنحة الفراشات. فبتقول لها تنة ايوه، وبتفضل زيزي تكلمها عن الجنيات اللي هي رسمتهم، وبتقول لها ان دي جنية المية وبشرتها زرقاء، ودي جنية الحلويات وساكنة في شجرة الحلويات. لكن تنة بتقول لها ان الكلام ده غلط، بس للأسف زيزي ما بتكونش فاهمة منها اي حاجة، وبتسمع منها صوت زي صوت الجرس. فبتقول لها ان اكيد دي طريقة كلام الجنيات. وتنة بتسأل زيزي اذا كانت هي اللي صنعت بيت الجنيات ده، بس زيزي برضو ما بتكونش فاهماها، فبتحاول تشرح لها بايديها. فبتقول لها زيزي ايوه هي اللي صنعته، وبتحاول تنة تصلح باب البيت. فبتقول لها زيزي انها تنة شاطرة جدا. فبتقول لها تنة ايوه هو ده، وبتحاول تفهم زيزي ان اسمها تنة ورنة. وفي الوقت ده بيجي ابو زيزي وبيسمعها وهي بتتكلم، فبيدخل يشوفها. فبتستخبى تنة بسرعة، ولما بيسأل زيزي بتتكلمي مع مين، زيزي بتقوله انها بتكلم رسمتها. بعد كده بيديها باباها سجل استكشافاته القديمة، فبتسأله عن سجل الجنيات، فبيقول لها انه ما عندهوش لان الجنيات مجرد اساطير. فبيديها باباها سجل استكشافات فاضي وبيقول لها تمليه بحاجات مفيدة، وبيسيبها وبيمشي. وبتروح زيزي لتنة اللي بتطلب منها انها ترجع لاصحابها. فبتروح زيزي تفتح لها الشباك علشان تمشي، بس للاسف العاصفة بتكون لسه شغالة. فبتقول لها تنة انها مش هتقدر تطير من المطر، وانها هتقعد هنا شوية. وفي الوقت ده بنشوف باقي الجنيات في المركب وبيلاحظوا عربية في الطريق. فبتقول لهم نسمة انها عارفة العربية دي، وبتطلب منهم يكملوا زي ما هما ماشيين. وبيكونوا كلهم قلقانين على تنة وفاكرين انها بتتعذب. وبنرجع لتنة اللي بتكون مستمتعة جدا بالحاجات اللي بتوريها لها زيزي، وبتستكشف كل حاجة، وبتسألها زيزي عن الجنيات بياكلوا ايه وبيعيشوا فين. فبتيجي لتنة فكرة وبتفتح سجل الاستكشافات علشان تعرف زيزي كل حاجة عن الجنيات. وبتسألها زيزي ازاي الجنيات بتتولد. فبتقول لها تنة ان مع كل اول ضحكة لطفل بتتولد جنية جديدة. وبتنبهر زيزي جدا، وبتبدأ تنة تعرفها كل حاجة عن الجنيات، وبتعرفها وظيفة كل جنية. وبتفضل زيزي تسجل كل حاجة تنة بتقولها. وهنا الجنيات بيكونوا قربوا يوصلوا، بس بيكتشفوا ان في شلال في طريقهم وبيحاولوا يبعدوا عنه، بس للأسف ما بيقدروش وبيقعوا على الارض والمركب بيتكسر. ولحسن حظهم كلهم بيكونوا كويسين. وبتلاحظ نسمة في الوقت ده زرار مع أصيل، فبتسأله لقاه فين، فبيقول لها انه لقاه على الارض هنا. فبتقول للجنيات انها كده عرفت هما فين. وبنرجع لتنة اللي بتساعد زيزي في سجل الاستكشافات، وبنشوف انهم رسموا مملكة الجنيات. وبنشوف تنة اللي بتبص على صور اصحابها، وبنلاحظ ان هما وحشوها. فبتروح زيزي تفتح لها الشباك وبتقول لها ان العاصفة هديت شوية وتقدر ترجع لاصحابها تاني. فبتحضنها تنة وبتسيبها وبتمشي، بس بترجع تراقبها من الشباك علشان تشوف رأي باباها في سجل الاستكشافات اللي هم عملوه. وبتروح زيزي لباباها علشان توريله السجل، لكنه ما بيهتمش بكلامها. فبتحزن زيزي وبتسيبه وبتمشي، وبترجع اوضتها وبتتفرج على رسمة تنة. وفي الوقت ده بتروح لها تنة، فبتفرح جدا وبتقول لها ان باباها ما عندهوش وقت علشان يشوف اللي هي عملته. فبتقرر تنة انها تساعدها. وهنا بنشوف الجنيات وهم في طريقهم لتنة، بس للأسف نسمة بتلزق في الطين فبيحاولوا يشدوها. ولسوء حظها بتيجي عربية ناحيتهم بسرعة، لكن منيرة بترمي نور في وش السواق اللي بيوقف العربية وبينزل يشوف ايه اللي حصل. فالجنيات بيمسكوا في الرباط بتاعه وبيخرجوا من الطين من غير ما يلاحظهم. وهنا بنشوف زيزي اللي بتكون نامت، وتنة بتلاحظ ان السقف بينزل مية، فبتروح تشوف بينزل منين وبتسد الفتحة بجزمة، لكن للأسف الجزمة بتكون مخرومة. فبتفضل توصل كل الفتحات اللي في السقف ببعض، وبتوصلهم بخرطوم وبتخرجه من الشباك. وفي الوقت ده بتشوف الفراشة اللي حابسها والد زيزي، فبتقرر تخرجها. وبتروح تنة تصحي زيزي علشان توري لباباها سجل الاستكشافات بتاعها. وفي الوقت ده بيدخل عليها باباها وهو مستغرب لان المية بطلت تدخل للبيت، وبيقول
زيزي اذا كان في حد سد الفتحات اللي كانت موجودة، فبتفهمه زيزي ان تنة هي اللي عملت كل ده، وبتطلب من باباها يروح مكتبه. فبتستغرب تنة وبتقول لزيزي ليه ما وريتيش باباكي الكتاب، وبتاخدها وبتروح المكتب. لكن بتتفاجئ زيزي ان باباها بيسألها عن الفراشة، وبيقول لها انه كان هيوريها للمجلس النهارده، وبيزعق لزيزي لانه فاكر ان هي اللي خرجتها. فتنة بتقول لزيزي ان هي اللي عملت كده، وبيفضل والد زيزي يزعق معاها وبيقول لها تروح لاوضتها فورا. وبنرجع تاني للجنيات اللي بيكونوا مفتقدين تنة جدا، ونسمة بتقول لهم ان الناس اصطادوا تنة بسببها لانها قفلت الباب علشان تخوفها، بس الباب علق وما قدرتش تفتحه تاني. فبيواسيها باقي الجنيات وبيقولوا لها ان المهم يقدروا ينقذوا تنة. وبنرجع تاني لزيزي اللي بتكون حزينة لان باباها مش مصدقها، وبتقول لتنة انها كانت بتتمنى تكون جنية زيها علشان يكون عندها اصحاب. فبتيجي فكرة لتنة وبتاخد زيزي وبتخليها ترفع ايديها وبتغرقها تراب اساطير، وبتبدأ زيزي تطير وتنة ورنة بتعلمها الطيران. فبيسمع باباها صوت خبطهم وزيزي بتكون سعيدة جدا. اما الجنيات فبيقدروا يوصلوا للبيت وبيفتحوا الباب وبيدخلوا للبيت، لكن للاسف في الوقت ده بيتفاجئوا بالقط اللي بيهجم عليهم، فبيهربوا منه بسرعة وبيرشوا تراب اساطير على الاطباق والكوبايات وبيفضلوا يجروا عليهم. وفوز بتلاقي نبات معين وبتطلب من نسمة تروح تنقذ تنة وهم هيتصرفوا مع القطة. وفي الوقت ده والد زيزي بيطلع لها الأوضة وبيسألها عن صوت الخبط ده، وبيتفاجئ ان كل حاجة بايظة. اما تنة فبتروح تستخبى في بيت الجنيات، وبيلاحظ والد زيزي اثار جزمة على السقف، فبيسألها على اللي بيحصل. لكن زيزي بتقوله ان هو مش هيصدقها، لكنه بيقول لها انه هيحاول. فبتقوله زيزي انها كانت طايرة، لكنه طبعا ما بيصدقش. فبتديله سجل الاستكشافات اللي هي عملته عن الجنيات، لكنه برضه ما بيصدقهاش وبيقول لها ان دي خرافات. وبيروح يلم كل رسوماتها وكل حاجة تخص الجنيات. فبتتضايق منه تنة وبتطلع تزعق معاه، وهو بيكون خايف من اللي بيحصل. فبتهديه زيزي وبتقوله ان دي جنية حقيقية. وفي الوقت ده نسمة بتوصل وبتلاحظ ان والد زيزي بيفضي برطمان علشان يحبس تنة فيه. فبتزق تنة بسرعة وبتتحبس هي مكانها، وبياخدها والد زيزي علشان يوديها للمتحف بسرعة. فبتحاول زيزي توقفه لكنه بيسيبها وبيمشي. وهنا بنرجع لتنة اللي بتشوف باقي الجنيات اللي بيلعبوا مع القطة، فبتحكي لهم عن اللي حصل للنسمة، لكنهم ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه لانهم مش هيقدروا يطيروا وراها بسبب المطر. فبتيجي لتنة فكرة، فبتاخد زيزي وبتلبسها جاكيت وبيرشوا عليها تراب الاساطير، فبتطير وبيستخبوا في جيبها وبتفضل تطير فوق السحاب وهي سعيدة. وباباها بيكون قرب يوصل للمتحف، فتنة بتسيب زيزي وبتروح للعربية وبتحاول تعطلها، وفعلا بتنجح في كده. لكن والد زيزي بياخد نسمة وبيجري لحد المجلس، وبيتفاجئ ببنته اللي بتكون طايرة، وبيخرجوا كل الجنيات من جيبها وبيطيروا حواليها. وفي الوقت ده زيزي بتطلب من باباها ان هو يرجع نسمة لاصحابها، وفعلا بيخرج نسمة من البرطمان وبترجع لاصحابها، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا. وبتطلب زيزي من باباها يرجعوا البيت، لكنه بيقول لها ان العربية عطلت منه. فبيغرقوهم الجنيات بتراب الاساطير وبيطيروا كلهم. وتاني يوم بنشوفهم وهم عاملين حفلة شاي في الجنينة وبيكونوا مبسوطين. وبنشوف والد زيزي اللي بيقرأ سجل الاستكشافات بتاعها واللي بيكون فيه كل حاجة عن الجنيات. وفي الوقت ده بيجي تميم اللي بيسأل تنة اذا كانت لقت حاجة تصلحها، فبتبص تنة لزيزي وباباها وبتقوله تقريبا كده. وبيوصل والد زيزي لاخر صفحة في السجل واللي بيكون مكتوب فيها ان اهم موهبة لاي جنية انها تكون صديقة مخلصة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد.